وضرب عنقه النبي. أحسنت أخي، بارك الله فيك. شكرا جزيلا أستاذ محمد. إجابتك الأولى صحيحة، هو يحيى بن زكريا قيل عنه في القرآن الكريم نبيا وحصورا. إذا أنت جاهز ننتقل للسؤال الثاني. يلا جاهز، تفضل. اربط الحزام. فرحان يا أخويا. أنا مو قلت لك المال الأسد بس مثلك من الجوز. ركز بالأسئلة. يلا السؤال: نبي من الأنبياء عاش مسحورا ومات مسموما، من هو؟ محمد حمودي. عاش مسحورا ومات شو؟ مسموما، أصابه السحر في حياته وعندما توفى مسموم، توفى بالسم شهيدا. عليه الصلاة والسلام. من هذا النبي؟ يا أخي ما أعرف شو هالأسئلة هاي الصعبة. ما هي صعبة، أنا ليش يعني في كله موجود في الكتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. من النبي الذي سحر في حياته عليه الصلاة والسلام؟ عندك وسيلتين مساعدة إذا بدك. غبي ده يقول لك. أنا حاسس هالكلام مو من القرآن. راح نقرأ لك الأدلة بالقرآن أخوي. شو مو قرآن عزيزي؟ والله عيد السؤال. ما نبي من الأنبياء أصابه السحر في حياته وعندما توفى بالسم. شهيدا يعني عليه الصلاة والسلام. مات شهيدا من أجل الدين، من أجل الأمة. من هذا النبي؟ غبي مش يقول لك صلى الله عليه وسلم. أعطيني مساعدة من حسين العراقي. من حسين؟ إذا تريد حسين والشيخ أبو عبد الله عندك وسيلتين. لا حسين. أستاذ حسين معك 30 ثانية من الوقت، إذا تقدر تساعد الأخ محمد تفضل. أحسن الله إليك يا أخ محمد. لاحظ هناك هذا النبي عليه الصلاة والسلام له زوجة اسمها عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي روت الحديث أنه قد سحره يهودي يقال له لبيد بن الأعصم. ثواني فيني جاوب؟ تفضل. عاش مسحورا ومات بالسم. نعم. سيدنا محمد. ما أنت خذيت إجابة خلاص، يعني خذيت وسيلة مساعدة. بس هو ما حكى الإجابة لسه. حكى الإجابة، قال لك زوجتي اسمها عائشة. خلاص أنت لما من أول لازم أوكي ثبت الإجابة. يلا ثابتة. النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إجابة نهائية. صلى الله عليه وسلم. إجابة نهائية. يلا. والإجابة صحيحة. برافو عليك، الإجابة صحيحة. عندك باقي 3 أسئلة وعندك وسيلة مساعدة سهلة، صارت سهلة. تفضل أستاذ حسين أعطينا الأدلة والبراهين. نعم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وما تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال: وفي تفسير هذه الآية أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. جتني رسالة بس هو يقولون إن شاء الله يربح الأخ محمد. يربح إن شاء الله. الشيخ بعث له رسالة يقول إن شاء الله الأخ محمد يربح. الشيخ موجود على الهواء. نعم. يلا حبايبي يلا ها. طيب تفضل. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة. الله ذكر الشغلة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سحر النبي، سحره رجل من بني زريق يقال له لبيد بن أعصم اليهودي، فكان النبي يخيل إليه أنه ينكح نساءه ولا يفعل. قال: فكان ذلك من تأثير السحر عليه الصلاة والسلام. أحسنت أخي، جوابك صحيح. شكرا جزيلا أستاذ محمد. إجابتك الأولى يحيى بن زكريا إجابة صحيحة، والإجابة الثانية النبي محمد أصابه السحر وتوفي بالسم، توفي شهيدا عليه الصلاة والسلام. إجابة الأولى صحيحة والثانية صحيحة. باقي عندك وسيلة مساعدة واحدة. إذا أنت جاهز ننتقل للسؤال الثالث. جاهز، تفضل. اربط الحزام. يوعك يا حسين، يوعك وحتى هذا خبر يوعك. المسلم الذي يسمع أذان الفجر ولا يصحى للصلاة، تحصل حاجة فيزيكية في جسد المسلم. ما هي الحاجة اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذا نودي للصلاة يسمع الأذان ولا يقوم. شو بيحصل له؟ تحصل حاجة في جسمه. شايف واحد تحت البطانية يسمع الأذان يقول أريد أنام من نص ساعة وأقعد، وينام بعد ما يقعد. هذا تحصل له حاجة بالذات. شو الحاجة تحصل؟ تخلف عن صلاة الفجر. أيوة، أنت تخلف عن صلاة الفجر. هي تخص صلاة الفجر فقط. ماذا يفعل له الشيء؟ يلا حبايبي الدبل يلا ها. والله ما فيها شوي، نصفان فيها شوي.
يعني هي بس حصرا عن صلاة الفجر؟ بس صلاة الفجر، نعم. إذا قال نودي للصلاة يعني كان نايم. متى ينام الإنسان؟ ينام بالليل، يعني يصحى الفجر. ففي ناس تسمع أذان الفجر ما تقعد، للأسف الشديد ما يقعدوا للصلاة. في حاجة تحصل للشخص اللي ما بيقعد للصلاة، تحصل له حاجة هنا، يعني ما أقدر أقول لك وين، بس هيك تحصل له حاجة بجسمه، يعني ماذا يحصل له بالضبط؟ الحرمان يمكن الحرمان من نور الله. أنا أقول لك تحصل له حاجة. أنت تقول حرمان من نور الله؟ الشيطان يفعل له شيء. الشيطان يفعل له شيء. يلا خلينا نساعدك. يعني مثلا الشيطان يوسوس وإنه يعني مثلا عندك وسائل مساعدة يمنع الشيطان مثلا من إنه الواحد يقوم. يوسوس له الشيطان. إجابة نهائية؟ إجابة نهائية. روح. يوسوس له الشيطان. ثبت. فرحان يا أخوي. ثبت روح. والإجابة خطأ. عادي شديد. خطأ يا أستاذ محمد، ركز. تحصل حاجة فيزيكية وليست وسوسة. تفضل أستاذ حسين، نعطينا الأدلة والبراهين. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تخلف عن صلاة الفجر إلا وبال الشيطان في أذنه. قال: فسمع ذلك أبو جهل فكان يقول: ألم يقل القرآن أن الشيطان من الجن، وإن الجن خلقوا من مارج من نار، فإذا كان الشيطان من نار فإذا بال في آذاننا هذا يعني إننا نحترق، فلماذا لا نحترق؟ والله إن محمدا يكتب عليكم. قال: فأماته الله وأخزاه يوم بدر وقطعوا رأسه. أحسنت أخي، بارك الله فيك، لكن انتبه، ركز. شكرا جزيلا. أستاذ محمد، إجابتك الأولى هي يحيى بن زكريا، إجابة صحيحة. إجابتك الثانية هو النبي محمد أصابه السحر والسم، أيضا إجابة صحيحة. إجابتك الثالثة خطأ للأسف الشديد. أنت قلت يوسوس له الشيطان، ولكن الإجابة هي يبول في أذنه الشيطان. يبول الشيطان في أذن الشخص اللي يعني سدانه تصير ثقيلة ما بيسمع، يعني من تأثير الشيطان. نعم. إجابتك الأولى صح، الثانية صح، الثالثة خطأ. والشيطان عندك سؤالين، لو جاوبتهم الاثنين يضحك الاثنين صح لازم تجاوب، لأن عندك واحدة خطأ. بنحاول عندنا وسيلة مساعدة. الشيخ أبو عبد الله من هيئة كبار العلماء موجود معنا، وأنا بحاول يعني سؤال سهل. بس سؤال، لسه في وسيلة ولا لا؟ في وسيلة مساعدة. الشيخ أبو عبد الله من هيئة كبار العلماء موجود على الهاتف. يضحك. تمام، يلا اربط الحزام.